انا فجأة اقولك على الصدمة، انت ما عندكش مشكلة مع الشهوة نفسها، انت عندك مشكلة في كيفية التعامل معاها، وانك تدرك ده هو نقطة التحول. وده وصلنا للي احنا نتكلم في الحلول مع بعض. واحد، المواجهة. اول خطوة انك تقفل السيناريو قبل ما يبدأ، مش بعد ما يبدأ ويولع، لان بعد ما يولع انت داخليا بتبقى متأخر. اول ما تحس بشرارة او فكرة قوم اتحرك، غير وضعك، اقفل الموبايل، اتنطط حتى، المهم انك تكسر التسلسل ده اسمه كسر النمط التقليدي، وهو اقوى سلاح عندك في المرحله دي. الحل التاني هو تحريك الجسم قبل العقل. الحركه بتطفي الرغبه وبتشغل المخ. ما تقولش هسيطر على نفسي وانت ماسك الموبايل وقدامك عالم مليان مغريات. يا صاحبي العقل لوحده هيخسرك. ابدا اتحرك، اتمشى في مكانك، اذكر الله واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب حاضر، افتح كتاب، افتح الشباك، غير الاوضه، اعمل مكالمه. الجسم وحركته دايما بيكونوا اقوى من الخيال. الحل التالت هو بدل المكافاه. المخ بيكون عايز دوبامين، فاديهوله بس في مكان تاني وبطريقه تانيه. تعمل تاسك بسيط، تتفرج على حاجه مضحكه، رتب مكتبك، رتب اوضتك، اشرب حاجه ساقعه او حاجه سخنه عادي، العب لك 10 ضغط. حول مسار الطاقه من سلبي ومدمر الى ايجابي وبناء. الحل الرابع هو مراقبه البدايه قبل النهايه. كل اللي فات بيوصلنا لنقطه اهم، راقب الشرارة، راقب لحظة إشعال الفتيل، مش الاشتعال ولا انتشار النار. افتكر دايما إن اللي بيوقعك مش الفعل، اللي بيوقعك هو ثانية البداية وقبلها خيالك.